المنتخب، شلون شفت فوزهم على ايران الحين؟ يعني بصراحة المنتخب العراقي ما كان مقنع، لكن في مباراة إيران كان الشوط الثاني مقنع جدا. استطاع أن يحرز الثلاث نقاط ويتأهل إلى كأس العالم. هناك أخطاء، وهذا ما يعني مو شيء جديد يعني لكرة القدم. هناك أخطاء، هناك جوانب سلبية وإيجابية بها، لكن المنتخب كان يعني بهذه المباراة كان أفضل. ومن حسن حظنا أنه المنتخب الإيراني ما كان بيومه بهذا المباراة، لكن فريقنا الشوط الثاني تغير تغيير جذري واستطاع أن يحصل على النقاط الثلاثة. يعني المنتخب تدري العماد، كابتن عماد أخذ أكثر من اهتمامه من رئيس الاتحاد شخصيا. الاعلام معه، رئيس الاتحاد معه، اعطوه مطلق الحريه بالتعامل، اعطوه اريحيه، اعطوه الضوء الاخضر، اعطوه كل شيء في الناس. نقدر نقول اللي الوقت اللي اخذه كابتن عماد محمد غير الوقت اللي اخذه حسن كمال. طبعا لا، بكثير، سنه ضوئيه، فرق سنه ضوئيه كثير. لا، كابتن عماد اخذ فرصته، وليس فرصه وانما اخذ فرص كثيره واعطى دعم كبير من كان رئيس الاتحاد، او من كان هو وزير الشباب على الكابتن عدنان. بس هذا يعني نقول احنا مهما يكون الكابتن عماد هو واحد من ابناء البلد ولاعب منتخب ومدرب العراق، فاتمنى له كل التوفيق هو ومنتخبه. في اهم وفي مهم. الاهم اخذنا كاس العالم، ان نصعد كاس العالم، لكن المهم الان عندنا انه الفريق ما يعني تغر المباراه السابقه، يكمل، لان المباراه نتيجه المباراه الجانب الايجابي بالمباراه هو تعطينا دافع للامان، فنتمنى ان يكون يستمرون. حظوظ المنتخب مع اليابان صعبه لكن مو مستحيله. صعبه اي مو مستحيله. شكرا.